السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، حبايب ملعوبة بودكاست. أهلا بيكم معايا تاني والجولة 13 من البريمير ليج. يلا بينا نشوف إيه اللي هيحصل. ليفربول في الأنفيلد ناوي على إيه لجوارديولا ميجا مايند قدام السيتي. هنشوف هيعملوا إيه الماتش اللي الناس كلها بتنتظره، اللي بعض الناس بتنتظر الماتش ده كأنه كلاسيكو الأرض بالظبط، وهو فعلا في العصر الحديث مباراة ليها تسويقها وليها جمهورها على مستوى العالم. حتى لو انت ما بتتابعش البريمير ليج بتحب تشوف المباراة دي. هنشوف ابننا صلاح وليفربول قدام العبقري الفيلسوف الكبير الميجا مايند. ايه اللي هيحصل في الماتش ده؟ يلا بينا نشوف ايه المعطيات اللي معانا ونشوف الدنيا هتمشي ازاي في الماتش ده. المان سيتي ولا يخفى على احد عنده مشاكل كتيرة جدا، وابرزها كنت اتكلمت عنها من بدري، موضوع ان هو مش لاقي بديل لرودري في نص الملعب، ومشكلة كبيرة ان كوفازيتش راخر اتصاب، وكان مصمم جوارديولا زي ما انا اتكلمت قبل كده يلعب 4-1 وده عمل عبء كبير قوي على كوفازيتش وما قدرش يستحمل واتصاب. طيب كان في وجود كوفازيتش كان في مشاكل، تخيل بقى من غيره. هل أرن سلوت هيقدر ان هو يستغل النقطة دي؟ بالتأكيد جوارديولا محتاج ان هو يعمل حاجة تانية غير ان يحط ريكو لويس مع جوندوغان. انا عارف اللي بشوفه في الملعب، اللي بشوفه قدامي ان ريكو لويس اصلا بيحب يلعب من على الطرف، وصعب قوي ان تديله المهام بتاعه نص الملعب. جوندوغان نفسه لاعب بوكس تو بوكس، مش ارتكاز حقيقي، محتاج اللي يغطي وراه الثغرات، مش هو هيكون اخر واحد في نص الملعب، ودي صعبه عليه. تخيل وجود ريكو لويس جنبه، يعني ثنائيه. انا مش عارف جوارديولا بيفكر فيها ازاي، لكن هو النقص العددي او مشاكل الاصابات ممكن تجبره انه يلعب كده تاني. لكن احنا شفنا المباراة اللي فاتت اللي اتعادل فيها 3-3 الميجا مايند عمل ايه في نفسه، قعد عور في نفسه. الراجل الصحفي قال له ايه الدم اللي نازل من وشك ده، في ايه المشكلة؟ قال له انا كنت ماسك بضوافري وكنت عايز اذي نفسي. طبعا هو مش الفكرة مش في كده، هو كان متعصب ويعمل حاجات لا ارادية، بس طبعا الفيلسوف ميجا مايند لازم هيديك حاجة كده علشان تسكت، لازم هيرمي دعابة علشان ما تعرفش تتكلم. هو أستاذ في الحتة دي، أستاذ. لكن الدنيا ممكن تمشي ازاي في نص الملعب، خاصة ان ليفربول نص الملعب بتاعه اليومين دول فايق زي ما اتفقنا قبل كده. ثنائية ماكا وجرافنبرخ من افضل الثنائيات في نص الملعب اللي موجودة حاليا في الدوري الانجليزي، ويمكن عامة بشكل عام في اوروبا. بيعملوا الادوار مع بعض وبيبدلوها بشكل كويس جدا. اللي ممكن نستشفه من الموضوع ده ان جوارديولا تقريبا هيلعب بنفس التشكيل ده، لكن هيكون عنده نفس المشاكل ولا لا، اللي هو الوقت بيحاول يعمله في التمرين وبيحضر للمباراة دي، لان المباراة دي تعتبر عنق زجاجة ان هو ممكن يرجع باللعيبة نفسيا تاني ويهيئهم. المفروض ان دي براون يكون موجود، يعني كفاية بقى ان هو يقعد. وجود دي براون هيقلق نص ملعب ليفربول. انا اتكلمت على الحته دي قبل كده، انك بتشيله وبتحط اي لعيب تاني حتى لو هو كويس بيدي ثقه للفرقه اللي قدامك. وجود دي براون بيخلي فيه قلق، زائد المجهودات اللي بيعملها في نص الملعب كويسه، افضل بكتير من اللي متاح. يعني هو الوقت مين يلعب على دي براون؟ مين يا جوارديولا؟ فانا اعتقد ان لازم يكون في نص الملعب موجود نجم الكبير الجوهرة البلجيكية. من ناحية ليفربول هل هيثبت نفس الكلام؟ المفروض ان هو يثبت أرن سلوت، المفروض ان هو مفيش بديل عن انه يثبت التشكيلة. المفروض جونز موجود بيأدي مستويات كويسة جدا خاصة لما بيلعب راس مثلث. احنا شفنا لما حاول يغير له مكانه ويلعبه جنب جرافنبرخ ما نفعتش وما كانتش كويسه، لان هو لاعب يعني محور اكتر مش ارتكاز. لكن ماكا وجرافنبرخ هم اللي حصل بينهم التوافق، والحته اللي فرقت سلوت عن كلوب هي الحته دي زي ما اتكلمنا قبل كده. كلوب كان بيقدم طبعا المستويات الجميله وتحب تتفرج على فرقته، لكن أرن سلوت برضو محدش يقدر ينكر انه بيلعب بنفس الاسلوب، وده ساعده كتير وقدر ان هو يكسب يعني الجمهور. وزي ما قريت قبل كده من بعض الناس كانت كاتبه بتقول ما اداناش فرصه يوحشنا كلوب. الصراحه انا وحشني كلوب، لكن الشكل سلوت جميل جدا، بيكسب الريال
باداء، ومحمد صلاح بيضيع البلانتي بعد ما فكر فيها كتير قوي قوي. وانا في الطرح بتاع الناس بتقول هو كان بيفكر في تجديد العقد او الكلام ده، انا ما اعتقدش الكلام ده خالص. محمد صلاح نفسه يجيب جون في الريال، وهو صنع الكرة لنفسه بعد ما عدى مندي وقدر ان هو يحصل على ضربة الجزاء. فكر كتير قوي قوي في كورتوا وهو بيشوط، غير رأيه، وانا سمعته قبل كده بيتكلم في الحتة دي وبيقول ان احيانا انك وانت داخل تشوط البلانتي بتغير رأيك، وهو ده اللي حصل بالظبط. عايز يحطها بطريقته المعتادة، حس ان كورتوا ممكن يجيبها، زود شوية في الخدعة وفعلا خدع كورتوا، لكن قوة الكرة ما كانتش مناسبة، خبطت في القايم وخرجت زي ما كلنا شفناها في ماتش الريال. عامة صلاح أدى دور كويس في الماتش ده، وليفربول استحق الفوز. الريال لو عاد المباراة بنفس المعطيات بنفس اللعيبة على الأنفيلد هيخسر لو عادها 100 مرة. موضوع ان مبابي ضيع ضربة الجزاء هو اللي ضيع الماتش، الكلام ده مش حقيقي. اللي شاف الماتش في سيطرة شبه كاملة لليفربول. الريال مهما حصل بالغيابات اللي عنده بالمشاكل اللي عند كارلو أنشيلوتي ما يقدرش ان هو يتغلب في ليفربول في الفورمة دي. الفورمة الحالية لليفربول فورمة قوية جدا جدا. طيب بالنسبة لجوارديولا ممكن يعمل ايه؟ هو ممكن يفاجئ ليفربول، خاصة ان ليفربول عندهم مشكلة كبيرة. كوناتي اتصاب المباراة اللي فاتت في اخر ثانية في الماتش، كان في التحام حصل معاه وغاب، مش هيقدر ان هو يلعب المباراة دي. هيكون كونسا او جو جوميز بيقدم مستويات كويسة، وهيكون عنده الثقة ولعب السيتي كذا مرة ويقدر ان هو يلعب في الحتة دي. وهي دي الثغرة اللي ممكن يلعب عليها جوارديولا، وجود دي براونا سافينيو والصناعة مع هالاند. يركزوا شوية على هالاند زي ما قلنا قبل كده، هالاند هيقدر ان هو يجيب اهداف. ادينا شفنا لما جات له كام كورة جاب هدفين المباراة اللي فاتت. يبقى احنا من عندنا من ناحية نقاط الضعف في ليفربول هي نقطة تهور روبرتسون اللي انا اتكلمت عنها برضو قبل كده، بيتهور كتير جدا وبيجيب بلانتيات وبيعمل فاولات غريبة جدا. هو طبعا مفيش شك ان هو لعيب كبير وعمل مستويات ممتازة مع ليفربول، لكن التهور اللي عنده ده لو اي حد لعب عليه بيفرق. فهنا انت عندك سافينيو ممكن يعمل الحتة دي، ممكن من الناحية التانية جاك جريليش اي لعيب هيلعب ناحيته يركز عليه ممكن ياخد منه فاولات وهيعمل كور ثابته كويسه جدا ويقدر يستخدمها السيتي. وجود فودن السريع اللي بيقدر يشوط ويستفاد من الكوره مهم جدا. فودن وجوده مع دي براونا في نص الملعب مهم جدا. جوندوغان زي ما اتفقنا مش متاكد ريكو لويس برضه هو اللي هيعملها ولا لا، لكن التغييرات الكتيره في نص الملعب اللي بيعملها جوارديولا هو بيحاول يسد الثغره، هو شايفها، ما تفتكرش ان هو مش شايفها، طبعا كلنا شايفينها، لكن هو النقص العددي هو المشكله. انا كنت اتمنى ان هو يستعين بالفرقه دون السن ويشوف الناس النشء اللي موجوده ويحاول يطلع، لكن هو ما فيش وقت. الدوري الانجليزي مشكلته ان ما فيش وقت. المان سيتي يا دوبك يفوق من هنا يجي له مصيبه ثانيه من هنا. هنشوف. عامة هو الجهاز الطبي بيحاول يجهز كوفازيتش ونشوف الدنيا هتمشي ازاي، والميركاتو الشتوي داخل. لازم جوارديولا يخش في ارتكاز، لازم يخش في لعيب ارتكاز حتى لو كان افريج او سكواد بلاير، لان مهم جدا ان يكون في حد بيلعب في المكان ده على الاقل ان هو يكون موجود في التشكيله. يبقى احنا اتكلمنا على نقاط ضعف ليفربول ونقاط ضعف مان سيتي. نقاط قوة ليفربول محمد صلاح يا جماعة، محمد صلاح صناعة لعب، أداء، مهارة. طول ما هو موجود من غير كورة، اللي بيتفرج على محمد صلاح من غير كورة هيعرف اللي أنا بتكلم عليه ده. محمد صلاح دايما حل لزمايله، بيكون عارف فين المساحة الفاضية بيتحرك فيها صح، في ثانية بينطلق، وعنده حته الاكسلريشن ما شاء الله جميله جدا وهايله جدا، وعمل سرعات خطيره جدا. هيكون مشكله من ناحيه الشمال. اكانجي هم اللي المفروض هيلعبوا على ناحيه صلاح، يعني اكي يلعب شمال. انا من وجهه نظري لابد من وجود اكي ناحيه صلاح، هو اللي ممكن يحاول يلعبها لانه لعب عليه قبل كده وصلاح ما عداش كتير منه. عندك نقطه قوه في السيتي سرعه هالاند وقوته اللي ممكن يستغل عدم وجود كوناتي مؤثر، وهيكون فان دايك وجو جوميز ثنائيه احنا شفناها قبل كده واجادت قبل كده، لكن فيها ساعات هفوات في الثنائيه دي خاصه من جو جوميز
يعني لعيب يحرك، ممكن يلعب مباريات ممتازه ويجي في هفوه واحده بس. هي دي مشكله المدافعين وحراس المرمى، انه يخلص لك الماتش يجيب فيك هدف. فهنا التفاصيل الصغيره اللي هيلعب عليها جوارديولا، ان هو يحاول نص الملعب اذا كان ريكو لويس هيلعب ينسى شويه انه طرف ويركز شويه على نص الملعب ويقفل المساحات. وجود دي براونا يعني في المثلث، راس مثلث قدام جندوغان وريكو لويس مهم. انا شايف ان هو مهم جدا ومفيش بديل بره اصلا. فالمفروض ان الثلاثه دول هم هيبقى شكل نص الملعب في السيتي. شكل نص الملعب في ليفربول محفوظ وعارفينه، جرافنبرغ وماكا وجونز. لكن هيكون الجديد في الموضوع ان دي براونا لو هو موجود مين اللي هيكون يقابله اولا. يعني اول واحد مين هيقابل دي براونا؟ انا اعتقد ان اول واحد هيقابل دي براونا هو ماكاليستر. ماكاليستر لعيب قوي، التحاماته خشنه، ممكن يكون فارق كتير جدا في نص الملعب. تألق كيلهر مش من يوم وليله. كيلهر من الموسم اللي فات وانا بتكلم عنه نجم كبير، واصابه أليسون في الوقت ده سبب كبير جدا ان الناس تفتكر تاني كيلهر اللي كان ممكن يقعد كتير ويلعب في الكاس بس وما نشوفوش. كيلهر هيكون مشكله في تجديد عقده، ويمكن دي حاجه ناس كتير يعني نوهت عنها قبل كده، لكن انا عايز احط ايدي عليها بشكل يعني زياده شويه. موضوع تجديد العقود في ليفربول، المشكله بتاعه اداره ليفربول هي اهم حاجه عندها زائد كام، الارباح كام، انا طالع عندي زائد كام. البطولات مش رقم واحد عندها، وده بقاله سنين ماشي. لما جه كلوب غير الاوضاع دي، ولما مشي ارن سلوت من الناس اللي بتمسك العصايه من النص. ناس كتيره معجبه بالطريقه دي، لكن انا هقول لك في الصفقات الحته دي مش كويسه. يعني ارن سلوت مش قادر انه يكون حاسم في موضوع صلاح وفان دايك. حد عنده شك ان صلاح وفان دايك من اهم نجوم الفريق؟ 33 سنه و32 سنه اوكي، لكن هم نجوم الفريق فعلا. انت دلوقتي شيل الاثنين دول من الفرقه، ليفربول ما يلعبش فعلا. ايه المشكله انك تجدد لنجومك؟ ايه المشكله؟ انت مستني ايه؟ مستني تبيع ارنولد ريال؟ وانا اتكلمت على الصفحه في الكلام ده. هل هو ده اللي هينعش الصفقات بتاعتك وهيكون في فلوس في الخزنه؟ في اوريدي فلوس في الخزنه. لابد من المخاطره. اللعيبه دي والنجوم دي لو ما تجددلهاش الوقت هتجدد لها امتى؟ هو ده الميعاد. برشلونه بيتكلم مع صلاح وفي مناوشات رايحه وجايه. باريس سان جيرمان اكيد مستني اللحظه دي. عقود في السعوديه بتنتظر واحنا عارفين الكلام ده كويس. انت مستني ايه علشان تجدد لنجمك الكبير؟ ويطلع جيمي كاراجر يقول لك لا اصل دي انانيه. اللعيب لو ما جاش يعني الشتاء، الميركاتو الشتوي، وما يعرفش وجهته في اخر موسم ليه، بيبتدي يدور على وجهه تانية. ودي هتبقى مشكله ليفربول، مش مشكله محمد صلاح ولا فان دايك ولا ارنولد. لو ارنولد انتوا خلاص ناويين تبيعوه، بيعوه للريال، مستنيين عرض كويس بيعوه. عندك برادلي ممكن يكون يعني بديل، وجو جوميز يكون برضو موجود في الاحتياط. انا مش مع الطريقه دي، لكن هي دي طريقه ليفربول وادارتهم للاموال. لو نفتكر مايكل اوين، نفتكر ستيف ماكمانامان، نفتكر تشابي الونسو، هي دي الطريقه اللي كانوا دايما بيستقطبوا بيها الاموال من الريال مدريد وغيرهم. هل السيتي يقدر يخش في صفقات؟ السيتي يعني الفرخه اللي بتبيض ذهب بالنسبه لاي مدرب. يعني جوارديولا معاه امكانيات غير محدوده، معاه انليميتد، يقدر يشتري اي حد في اي وقت. هي هنا هتبقى مشكله التفاوضات ورغبه اللاعب نفسه في انه ينضم لمان سيتي ويلعب لجوارديولا. لكن طبعا مين لو جاله السيتي يرفض؟ يعني ممكن اللعيبه اللي في برشلونه وريال مدريد ممكن، لكن غير كده مين لو جاله سيتي هيرفضه؟ هو يقدر يختار، السوق متاح، واكيد هو بدأ يفكر في الموضوع ده، لان انت عندك الاثنين مصابين وده وارد يحصل تاني. فرق السن، الكوفازيتش ما عادش اللي هو في البيكه بتاعته، فلازم يكون عامل حسابه في الحته دي، واكيد هو حاطط عينه على حد معين. هنشوف المباراه دي. طبعا اللي بيقول ان الجدول كده لو ليفربول كسب خلاص الدوري اتحسم، انا هقول له لا. الدوري الانجليزي ما فيهوش الكلام ده. عندك ماتشين تعادل وواحد خساره وثلاث ماتشات فوز للسيتي، رجع تاني المنافسه بقى 11 نقطه. ماشي،
اهو عدتهم لك تاني 9 نقط. رجعت ريما لعادتها القديمه وكله رجع للمنافسه لاخر لحظه. انا اتوقع ان المنافسه هتستمر لاخر اسابيع كالعاده، مش هتبقى بالسهوله اللي احنا شايفينها. واتوقع عوده جوارديولا وهيعرف ان هو يرجع مدرب كبير وفيلسوف. وعامه المباراه دي هتكون شيقه جدا. يعني من ناحيه برناردو سيلفا دوره هيكون مهم في نص الملعب لو كان موجود. روبن دياش لو جاهز ممكن يلعب، يبقى اكي روبن دياش واكانجي ووكر. ولو روبن دياش مش جاهز ممكن نشوف جفارديول اكي اكانجي ووكر وجوندوغان وريكو لويس وقدامهم دي براونا. واكيد هيكون في تغييرات بسيطه. احنا عارفين الجوارديولا ميجا مايند دايما يفاجئنا، لكن من الناحيه الثانيه كلنا نقدر نقول التشكيل. الحاجه الوحيده اللي ممكن هتتغير عدم جاهزيه كوناتي، الاصابه اللي حصلت في الماتش اللي فات قدام ريال مدريد الملكي، وهيكون مكانه جو جوميز غالبا نظرا لخبرته وانه لعب المباراه دي وحضر الاجواء. والثنائيه بينه وبين فان دايك كويسه جدا. وارنولد يمكن بدا يبقى جاهز. مباراه كبيره زي دي ممكن نشوف ارنولد فيها، ممكن، خاصه ان هو يعتبر جاهز. وهيكون برادلي متاح على الدكه وحسب اللي هيحصل بعد الشوط الاول. عامة بتمنى لكم مشاهدة ممتعة، والمباراة دي بس اللي اتكلمت عنها باستفاضة لأن بقية المباريات طبعا مهمة وكل حاجة، لكن هو ده الماتش اللي كلنا منتظرينه اللي هيفرق كتير جدا. ليفربول لو كسبها بقى 11 نقطة فرق، لكن في الدوري الإنجليزي البريمير ليج ده مش فرق كبير. ممكن جدا يكون بيقابل فرقة زي ساوثهامبتون وكلنا شفنا وكانت على وشك انها تفوز على ليفربول متزايل ترتيب، هيفوز على الاول، وهو ده الدوري الانجليزي. بتمنى لكم مشاهده ممتعه. معايا محمد القاضي، اشوفكم تاني ان شاء الله. ما تروحوش في اي حته. ملعوبه بودكاست. سلام.